رجعنا لكم تاني من الفاصل، ولسه بتكلم احمد عصمت عن حياته في الثانويه العامه والجامعه، ودول اهم حياه اي بني ادم تخين واي بني ادم. بس انا مصمم اقول لاحمد عصمت في كلامنا ان هو تخين جدا يعني. تمام، اتفضل يا عصمت. تمام، بغض النظر عن اللذاذه اللي انت فيها، ربنا يخليك حبيبي. الفتره دي يعني يمكن كانت فتره تحول بقى، لا اللي هو اللي انا بعمله ده غلط يعني. تمام. ان يعني انا بني ادم عادي، جميل، مفيش اي حاجه، جميل. تمام. طبعا دي ما كانتش في يوم وليله كده انا صحيت الصبح بقى يلا حماسي ونشيط وهوبا وانا حلو. تمام. لا طبعا. يعني الموضوع كان تدريجيا معايا. تمام. يمكن كمان اللي خلى الحاجه زي دي كان اسباب يعني انا حاولت ان انا اقوي شخصيتي اكتر وحل شخصيتي بحيث اللي يقعد معايا ما يبقاش عايز يقوم. تمام. بدل ما يقول لك انت لازم تخس، لا ما ولا كان بيقولها لك برضه؟ لا هي عامه الكلمه دي لازم تتقال، بس لا كانت بتفرق بقى ان هو فعلا بيقول لي كده علشان بيبقى فعلا خايف عليا، او ان هو عشان طبعا لان في اضرار صحيه كتير للتخن يعني. بالظبط. تمام. يعني هنا لغيت المرض الاجتماعي فدخلت في نقطه المرض النفسي. تمام. انما ان انا ما بقيتش قاعد معاه خايف اللي هو يبص لي مثلا بصه كده ايه ده انت تخين، لا هو بيبص لي يعني ان انت فعلا لازم تخس لان الموضوع فيه اضرار صحيه. طيب انا يعني بس انا هعلق على نقطه بسيطه انت اتكلمت فيها، وهي نقطه انه اي بني ادم عنده 3 حاجات او 3 امراض، يعني مرض صحي، مرض نفسي، مرض اجتماعي. تمام. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على المرض النفسي والاجتماعي والصحي. اوريدي احنا عارفين كلنا انه في اخطار صحيه كتيره جدا على البني ادم ان هو تخين. دي مش هنتكلم فيها، لان احنا كنا اتكلمنا فيها، وزي ما كل البرامج بتتكلم فيها، وزي ما كل الناس بتتكلم فيها، كان زمان ما حدش اصلا سمعنا وكمل معانا. تمام. لكن لا، احنا بنتكلم على المرض النفسي والمرض الاجتماعي اللي هم وانت قاعد دلوقتي سهل جدا تتغير فيهم وتعالج نفسك منهم. تمام. فانت دلوقتي بتتكلم على المرض النفسي، ابتديت تحله ازاي؟ تمام. انا قلت لك ان انا ابقى قاعد مع شخص اخليه ما يزهقش مني. تمام. بعملها ازاي؟ اول حاجه انا لازم يبقى عندي كميه معلومات كتير بحيث ان اي معلومه تتفتح قدامي او اي كلام اخش فيه. ممكن كمان تبقى تافه جدا ولذيذ يعني وناسي جسمك. بالظبط، كوميدي اكتر. ان انا برضو ده انا بالعكس، انا استخدمت جسمي ككوميديا. انا استخدمت ان انا بقيت انا اكتر واحد بتريق على نفسي. حلو. وبالتالي يعني بقى في رد فعل عكسي من الناس. يعني انا دلوقتي لو ماشي في الشارع وعمال بقى يبين اكن عندي عضلات وانا اصلا شكلي تخين ومنيل ب60 نيله، الناس هتضحك. بالعكس هيقول لك ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، انت تخين. العكس بقى، انا لو ماشي بقى وحد بيكلمني مثلا لاني بقول على نفسي ان انا تخين ووحش وكده لا بالعكس الناس بقى رد فعلي. انت كنت كلمتنا عن الشعر. ده برضه ان انا كنت انت لسه سمعتوني في الفاصل فقلت افكرك بيه يعني. الشعر انا برضه كنت الفت شعر كده بشتم في نفسي. برضه كان الغرض اللي هو غير طبعا ان انا بخرج حاجات جوايا، بس علشان برضه رد الفعل العكس للناس. لما الناس تسمعك بتشتم في نفسك يا اما هيضحكوا فبرضه هيقولوا عليك كوميدي وهيحبوك، لا اما هيقولوا لك لا انت جميل. بس هو بس في نقطه، انت مش بتتريق يعني، انت مش بتوصل انت تتريق على نفسك، انت بتوصل ان كل الكلام اللي جواكم انا اوريدي عارفه بالظبط وحابب نفسي كده. تمام بالظبط. فبرضه انا مصمم اسمع الشعر. تمام لازم. طيب عامه الشعر ده كان بيقول انا عارف اني تخين وشكلي زي الطين ومقاسي في حدود 80، يعني بلبس 2 وعيوني ضيقين وكمان شبه التنين. معرفش كتير في الدين، اللي عايزك تعرفه عني انك لو شفت جني هيبقى احلى مني. حبيت واحدة مرة بس قلت اني مجنون، ازاي حد يحبني وانا شبه حرف النون. عارف حرف النون مقلوص كده. اللي يشوفني بيبرق وكمان ممكن يتريق، مستي هي كتابتي وبفشل زي عادتي، ده حتى كل غافية وقافية وبجيبها بالعافية. طولت عليكم عارف، صدقوني انا اسف، بس ده عشان بشتم فيا يعني لازم اتوصى شوية. اخر حاجة هي دي بعد كتابة الاغنية، حاسس انها فكرة غبية. يعني ده كان شعر من مئات الاشعار اللي بشتم فيها نفسي يعني. جميل. تمام. طبعا الشعر ده كان نتيجته ايه بقى؟ اول حاجة الناس قالت لي، او يعني ناس منهم قالوا لي انت بتكتب شعر حلو وعجبهم، فدي نقطة حلوة شجعتني.
ناس منهم تانية قالت لي ليه انت تقول على نفسك كده وتشتم، ده انت حلو، ده انت جميل، مش عارف ايه. دي نقطة تانية شجعتني. تمام. فهي دي النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها، ان انا اسمه بيبيع الاشعار الصفحة تقريبا ب5 جنيه لينا. عامة انا معتزل شعر بقالي فترة يعني، بس هو كان بيبيع يعني، ربنا يوفقه دلوقتي. ساخر بس. تمام. على فكرة انا كنت بكتب اشعار فعلا للناس على اسامي بنات وكده. تمام. فدي برضو كانت نقطة ان الناس بتحتاجني في حاجة، انا حاولت اكبر مواهبي. تمام. بحيث ان انا اقعد، لا يعني الناس عايزة تستفاد مني. تمام. فدي من الحاجات اللي ساعدتني. القراية طبعا بقى الموضوع ان انا كبرت مواهبي ازاي، كان بالقراية. اهم حاجة في الموضوع فعلا القراية، عشان تزود عقلك يعني ودماغك يعني، عشان بالظبط تكبر لي يعني اللي هو ايه، اقولها لك ازاي، خيالي يكبر. تمام. فبرضو يعني برضو من الشعر كتابة، معلومات كتير، بس يعني دي من الحاجات اللي برضو ساعدتني شخصيا، يعني اللي هو ايه، علشان برضو اقول تاني ان الناس تبقى عايزاني، لا لو واحد يتصل بيك بقى ايه، لا تعالى انت قعدتك بتفيدني. طيب قبل ما تتكلم عن نقطة ان انت برضو واجهت النقطة دي ازاي، ان انت تتكلم انت واجهت النقطة دي ازاي، انت قريت كتاب او سمعت حد من اصحابك او عن فكرة ان انت ازاي اصلا هتتقبل عايز الناس تتقبلك وانت اصلا مش متقبل نفسك، فبأنهي منطق الناس تحبك او الناس تتقبلك؟ تمام. فحليت النقطة دي ازاي او وصلت لها ازاي؟ بص، هو بعد كل كلام او يعني لما قعدت فكرت في كل الحاجات اللي كانت بتحصل لي او كده، تمام، اكتشفت ان رغم فعلا المرض الاجتماعي اللي موجود محدش مهتم، nobody care يعني. وانت واحد بيشوفك الفكرة بتيجي في دماغه لمدة 3 ثواني، 3 ثواني اللي بعدها بيكون بيفكر امه عامله له اكل ايه في البيت، هيشتغل ايه بكره، مش هيفضل زي ما انت متخيل. انت بقى الشخص نفسه بيقعد يفكر فيها لمدة 3 ايام. صح، بالظبط. يعني انت اللي بتعذب نفسك، مش الشخص التاني هو اللي بيعذبك يعني. تمام. فهي دي النقطة، ان انا اول حاجة انا اتقبل نفسي، تاني حاجة محدش مهتم اصلا. انت يعني الواحد مش انت اكبر اهتماماته في الدنيا يعني، حتى ايا كان درجة تفاهته يعني، حتى لو تافه هيفكر انا هلعب ايه كمان شوية، انت عمرك ما هتكون انت اكبر درجة من درجات اهتمامه. محدش مهتم بيك في الحتة دي. بس هي دي النقطة اللي انا توصلتها وبقيت بحطها دايما قدامي يعني، ان محدش مهتم. كل واحد عنده همومه يعني اللي بيفكر فيها واشغاله اصلا يعني، وتفاهته برضو. بالظبط، او تفاهاته اللي بيفكر فيها، يروح يلعب كاندي كراش في البيت. بالظبط. انا زهقت جدا من كتر الانفايتس، كميه الانفايتس اللي بتجيلي. يا جماعه دي رساله ليكم، محدش يبعت لي انفايت على الفيس كاندي كراش تاني. وانا كمان والله الموضوع صعب جدا جدا يعني. طيب في نهايه حلقتنا، او مش حلقه، انا بعتبره نقاش ما بيني وما بينك، بنحاول نوصل رساله معينه انا وانت عايزين نقولها، انه انت عشان تتقبل نفسك، عشان يعني لازم تتقبل نفسك لو عايز الناس يتقبلوك. بالظبط. لازم تفكر في فكرة ايه، طب هو ايه يعني لما ابقى تخين؟ ايه المشكلة لما ابقى تخين؟ ايه الموضوع؟ ايه مشكلتي في ده؟ طيب ما انا عندي موهبة بعملها، عندي اهتماماتي بعملها، عندي نشاطاتي بعملها، عندي كل حاجة بعملها والحمد لله بصلي. هو ربنا اللي خلقك بيبص انت تخين ولا رفيع؟ فده كله حاجات احنا بنفكر فيها وملزمين نفسنا عليها، ودي بعتبرها من الامراض الوهميه. دايما في بعض الامراض الاجتماعيه والنفسيه امراض وهميه. احنا مش بتوع علم النفس، احنا بتوع شباب، احنا اصلا سننا زيكم، بنتكلم معاكم بصوت عالي شويه، بنحاول نوصل فكرتنا وهدفنا، انه يعني في حلقات كتير، بس موضوع الحلقات الفتره دي بتكلم عن حب النفس. قبل ما ابتدي اتكلم عن اي حاجه تانية، نفسك اهم من كل حاجه. بس ده الموضوع كله. وبرضو دايما ما بنعملش سكريبت للحلقات بتاعتنا عشان احنا بنتناقش معاكم بس بصوت عالي لا اكثر ولا اقل. تمام؟ تحب تقول حاجه في النهايه؟ احب اقول بس ان فعلا اي حد تخين مش لازم يعقد نفسه ويعيش في مود التعقيد وانا تخين،
مش هينفع انزل من البيت وبتاع، ويفضل بقى يبص كل شويه في المرايه كده، ده مش عارف انا ايه ده، لا ده انا شكلي ايه، ويقعد يعيط. انا كنت اعرف ناس تخان بيعيطوا كل يوم. ليه كل يوم بالليل يبص لنفسه في المرايه ويقعد يعيط؟ ليه يعني؟ مش عارف اقول ايه، بس معظم المشاكل اللي موجوده دي فعلا احنا اللي بنعملها في نفسنا، مشاكل وهميه بالظبط. يعني حتى يمكن في الحاجات اللي اتكلمت فيها مثلا بقول لك حسيت ان المواصلات ما بتحبنيش. تمام. انا بنزل الموقف بيتخانقوا عليا، سواقين الميكروباص لو شاف نمله معديه عايزها تيجي تركب، بص ايا يكن والله بتوع التكوسه من قبل ما بشاور له بيكون واقف لي. هو الموضوع ان انا بس في نقطه كمان انت حاليا مرتبط. لا دي نقطه ثانيه. مش دي فضايح، بس ايا يكن دي نقطه لا تانية. لازم انت مرتبط، والبنت اللي انت ارتبطت بيها ما كنتش متخيل ان انت تعرفها، وما كنتش متخيل ان انت ترتبط بيها، بس ان هي بالظبط الحب برضه ملوش مكان وملوش وقت وملوش جسم يعني، وليه شكله ولا اي حاجه خالص يعني. بالظبط، دي برضه نقطه ثانيه انا اكتشفتها، ان دايما غير ان انت مرتبط بواحده شكلها مش زيك، هي رفيعه وقصيره وكل حاجه يعني. هي عاديه بالنسبه لك يعني عاديه بالنسبه لك قصيره، بالنسبه للناس التانية عاديه يعني بالظبط. بس هو فعلا برضه انا زمان كان اللي هو ايه، لا ده في شله بنات جاي عليا، ده انا هخاف ولا لا ازاي ممكن برضه ما اعرفش اتكلم مع بنت قوي او كده. زمان ده انا بتكلم في زمان، من زمان قوي يعني. الموضوع ده متعالج معايا بقاله كتير يعني. تمام. بس موضوع بقى فعلا ان القعاد مع بنات او كده ده مش متعالج معايا من زمان خالص، ده قريب جدا، يمكن من ثانوي، من ثالثه ثانوي مثلا، او من اولى جامعه حتى كمان. وده كان بسبب يعني ناس معينه هم برضو نصحوني في الموضوع ده يعني. تمام. وبرضو اكتشفت فعلا ان انا زي ما انا قاعد مع ولد قاعد مع بنت مفيش اي اختلاف، الموضوع طبيعي جدا. البنات مش بيبصوا لشكلك الا البنات التافهين منهم. تمام. وفي الاخر بيكتشفوا ان الموضوع بالظبط مختلف تماما يعني. ان الموضوع مش بكده. البنات انت كده بتغلط في بنات عصمت. طب ما هم اللي تافهين، ما لازم يتغلط فيهم. طب ما احنا كمان تافهين وساعات بنبص لشكلهم بس. ده التافهين مننا برضه. بالظبط. تمام. ما هو زي ما في تافهين هنا في تافهين هنا. بالظبط كده. مش الشكل اللي هيدوم معايا. تمام. انا مش هبقى تعبان مثلا في يوم من الايام واجي لمراتي هتعالجني بشكلها او هتراعيني بشكلها، هتهتم بيا. لا، الاهتمام وان هي تراعيني ده من جواها. انا بختار واحده ان هي تكون مهتمه بيا جدا، اكتر حد في الدنيا، شخصيتها طيبه، هي دي اللي هتاخدني من ايدي كده وتدخلني الجنه. والحمد لله انا لقيتها يعني. ايوه ماشي. ما انا بعمل دعايه يعني. تمام. وانا موافق يا عم. تمام. وبرضه تعالى لي من سنه بالظبط كده وقول لي ان انت كنت هترتبط، كنت هقول لك لا، انا هرتبط ازاي وانا تخين يعني. تمام. كان الموضوع ده كمان كان مسبب لي ازمه ما يعني. تمام. بس اتحلت لان انت الحمد لله. انا دلوقتي حاليا انت نسيت جسمك. خد بالك اللحظه اللي انت قلت لها فيها انت كنت ناسي جسمك. بالظبط. انا حاليا تقريبا ما عنديش اي مشاكل من التخن، مشاكل بسيطه كده اللي هي مثلا زي اللبس. فاصل دي هنحلها ازاي يعني؟ هو المجتمع هو اللي مش مساعدنا يعني. وغير كمان ان انت دلوقتي في رحله كمان، رحله عذاب يعني، انت وزاهر صاحبك في ان انتوا تخسوا. بالظبط. بس عشان الحاجه الوحيده، بس عشان مشكله صحيه. بالظبط. انا عالجت المشكله الاجتماعيه والنفسيه، ما بقاش عندي غير الصحيه اللي هي فعلا طبيعي. ما هي دي بقى دي محدش يقدر يتكلم فيها. انت دي فعلا لازم تخس بقى عشان النقطه دي. انما ما تجيش تقول لي لا انا هخس عشان البنات، او علشان مش عارف شكلي يبقى احلى، او علشان الناس ما تبصليش. لا، خس علشان نفسك، علشان صحتك بس. تمام. بنشكركم جدا ان انتوا سمعتونا. كنتوا مع اندرو اشرف.